مصر لعبت بلجيكا وهدف صاروخي من امام عاشور كان كفيل ان احنا نخرج بالتعادل. تعادل من وجهة نظري كان غير عادل يا نجم، صح ولا لا؟ كان في ضربة جزاء لزيزو، هي مش ضربة جزاء بس هي كانت فاول على الاقل. ايوه طبعا. وبعدين كمان يعني اداء رائع جدا، وضيعنا 3-4 فرص، فرصه لمحمد صلاح وفرصه لامام عاشور وفرصه لعمر مرموش، فرص كتيره جدا ضيعناها. كان المفروض نخرج فايزين على الاقل 3-1، مش مبالغه، ولكن اداء رائع جدا النهارده. ايه رايك في المباراه وايه رايك في اداء منتخب مصر واداء حسام حسن مدير الفني لمنتخبنا الوطني؟ بصراحه كل حاجه كانت حلوه، بس اللعيبه كان عندها شويه انانيه في اللعب. صح، اللمسه الاخيره كانت في بعض الكرات كان المفروض ان يبقى فيه بعض التصرف احسن من كده في اللمسه الاخيره، ولكن يعني نقطه مهمه، الماتشين الجايين ان شاء الله نفوز فيهم نتاهل ان شاء الله عن المجموعه. المباراه كانت بالنسبه لنا صعبه، ولكن قدرنا نعمل مباراه كبيره قدام بلجيكا. شفت النهارده الاسامي بتاعت اللعيبه بتاعت بلجيكا؟ لوكاكو، بصراحه لوكاكو فاجئني من اول لما نزل جاب جون. ايوه انا ما كنتش هتوقع انا قلت لك ايه واحنا بنتفرج على الماتش؟ لوكاكو ده سريع، وقلت لك هيخلص الدنيا ولا مش هيخلص الدنيا. انا اتفاجئت من لوكاكو، واتفاجئت ان حسام حسن نزل حمزة عبد الكريم بدري، وانا اتبسطت من كده بصراحه. برافو عليك، نزله في الدقيقه 75، وده كان تحول، سر تحول في المباراه. كان منتخب بلجيكا ضاغطنا بشكل كبير، ولكن تغييرات حسام حسن عملت شغل. محدش كان يتخيل ان حسام حسن يخرج محمد صلاح، ولكن خرج محمد صلاح في الدقيقه 75. وبرافو عليك ان انت قلت ان هو نزل حمزة عبد الكريم. حمزة كان بينزل يستلم وكان بيساعد في طلوع الهجمه. حمزة لسه صغير، ولكن حمزة النهارده كتب تاريخ ان هو من اصغر اللعيبه اللي شاركت في كاس العالم. اخذ وقت كبير، يعني ربع ساعه و5 دقايق وقت محتسب بدل ضايع حوالي تلت ساعه. هو بصراحة عمل فرق في الماتش، فرق حلو قوي. يعني لو كان محمد صلاح كان فضل ما كانش ممكن يحصل الحاجات دي، عشان هو بصراحة عنده تحركاته حلوة جدا وسريع وطويل، بسم الله ما شاء الله أكبر. برافو عليك، برافو عليك. النجم النهارده نجم صغير عمر سامح، يعني شاف الماتش بكل التكتيك اللي فيه وبكل الحلاوة اللي فيها. فالنهارده منتخبنا بيقدر ان هو بيخرج بتعادل. ناس كتيره كانت زعلانه ان احنا خرجنا بالتعادل، وكنا مستنيين حتى في الدقايق الاخيره ان احنا كان ممكن ان احنا يعني نخطف هدف وان احنا نفوز. بالعكس، ده منتخب بلجيكا كان هو اللي متراجع وكان بيحاول ان هو ما يخشش فيه هدف من منتخب مصر. وبالفعل منتخبنا كانت مباراه رائعه، مباراه تكتيكيه. سواء شفنا بقى دوكو ما عملش حاجه ناحيه محمد هاني، محمد هاني بصراحه دوكو كان بيلعب حلو جدا، بس محمد هاني قفل عليه خالص. الحمد لله. ودي بروين برضو ما يعني تقريبا خط النص بتاعنا، خط الدفاع النهارده بصراحه ما فيش غير الخطا بتاع الهدف بتاع التعادل بتاع بلجيكا نتيجه عدم تركيز كده. ولكن النتيجه النهائيه ان احنا معانا نقطه، اول نقطه في مجموعات كاس العالم قدام منتخب كبير. منتخب بلجيكا مش منتخب سهل، منتخب بلجيكا مش منتخب سهل، هو منتخب صعب، مش زي منتخب ايران ولا منتخب نيوزيلندا. هو اصعب منتخبات اللي موجوده في المجموعه. طبعا انا عن نفسي كنت زعلان ان احنا تعادلنا، بس احنا ادينا حاجه غير متوقعه. مع محدش كان يقدر يتخيل ان امام عاشور كان هيجيب جون في الدقيقه 20 بالظبط. يعني الهدف الاول فعلا بتاعنا في بدايه المباراه في الدقيقه 20، اعتقد ان ده اللي قلب المباراه. الناس اللي كانت بتنتقد حسام حسن في اختياراته، الناس اللي كانت بتنتقد حسام حسن في طريقه لعبه، النهارده حسام حسن اثبت خلاص. ولكن النهارده حسام حسن بيعيد اكتشاف نفسه مره تانية بطريقه اللعب، بخطه اللعب، بالتقفيل. احمد فتوح من ناحيه الشمال كان مقفل بشكل كبير، محمد هاني، ياسر ابراهيم، اللعيبه كلها، مهند لاشين، امام عاشور، مرموش، صلاح، اللعيبه كلها بصراحه. زيكو النهارده برضو ضيع فرصه كانت يعني سهله جدا. يعني لو عدينا الفرص اللي ضيعها منتخب مصر كان النتيجه المفروض
المفروض تخرج 3 4. طبعا، والكرة بتاعت امام عاشور اللي ضيعها اللي هي كان الجون فاضي ايوه قدام كورتوا. فبالتالي يعني تعادل، كان نفسنا طبعا ان احنا نفوز، ولكن التعادل مش وحش. المنتخب المصري بيواصل المسيره بتاعه المنتخبات العربيه في البطوله. شفنا المنتخب المغربي تعادل امام البرازيل، شفنا المنتخب القطري تعادل امام سويسرا، شفنا قبل منتخب مصر منتخب كاب فيردي اللي بيتاهل لاول مره الى كاس العالم، هو كمان بيتعادل امام اسبانيا المرشحه الاولى لكاس العالم. فان شاء الله باذن الله نشوف مفاجآت، متوقع مفاجآت ان شاء الله في كاس العالم. نشوف مثلا من ال8 منتخبات عربيه نشوف 6 منتخبات او 7 منتخبات عربيه في دور ال 32. ان شاء الله يكونوا كلهم. الف مبروك يا نجوم، وان شاء الله نشوف اكبر عدد من المنتخبات العربيه في دور ال 32، سواء 6 منتخبات 7 منتخبات او 8 كلهم ان شاء الله. ولو بتتفرجوا علينا ولسه ما اشتركتوش في القناه يعملوا ايه؟ تنسوش ترزعوا زر اللايك المتين والسبسكرايب الصايع، ونشوفكم في حلقه جديده. النبي في الكومنتات وصلوا على النبي في الكومنتات، ونشوفكم في حلقه جديده. سلام يا احلى نجوم.